أهلا بكم. هل السيد المسيح الشخصية التاريخية ديت كان اسمها اسم العالم يسوع أم عيسى؟ ده السؤال الحقيقة اللي اتبعت لنا بصيغ مختلفة على الإيميل واتكتب لنا في تعليقات على بعض فيديوهاتنا. فبيتقال ليه القرآن الكريم استخدم اسم عيسى على الرغم إن الاسم المتداول في الإنجيل بترجماته الخاصة باللغات الشرقية هو يسوع؟ هل أخطأ القرآن مثلا؟ صيغ مختلفة للسؤال ده وصلت لنا كتير جدا، وبما إننا زي ما عودناكم بتوع تاريخ فإحنا هنتكلم برضو بالتاريخ وبقواعد البحث التاريخي اللي دايما بنرجع فيها أي شيء للوثائق الأصلية أو على الأقل لأقدم الوثائق المتاحة اللي تم اكتشافها، وبنجيب دايما الحكاية من أولها. أقدم الوثائق اللي ذكرت اسم السيد المسيح عليه السلام واللي في معظمها كتابات دينية خاصة بترجمات العهد القديم والعهد الجديد هي المصادر اللي كانت مكتوبة باللغة اليونانية، واحنا هنا بنتكلم على اليونانية القديمة مش اليونانية الحديثة، وفي فرق بين الاتنين وإن كان فرق مش محوري أو جذري قوي. ومعظم الكتابات التانية هي كتابات مترجمة عن الأصل اليوناني ده اللي هو أقدم وجود لاسم السيد المسيح في الكتابات التاريخية، لأن ببساطة اللغة اليونانية في الفترة ديت كانت لغة الحضارة ولغة العصر، وهي اللغة اللي كانت منتشرة في المناطق اللي تهمنا في كلامنا النهاردة، سواء في بلاد الشام أو في مصر أو في الإمبراطورية الرومانية وفي أماكن تانية من العالم. اللغة اليونانية كانت لغة الحضارة في الوقت ده، قبل طبعا ما تيجي اللغة اللاتينية بعد كده تستلم منها. فخلونا نرجع للأصول اليونانية الأولى أو الأقدم اللي ذكر فيها اسم السيد المسيح ونشوف هل الأصول اليونانية ديت استخدمت اسم يسوع ولا استخدمت اسم عيسى. فأقدم الوثائق الموجودة عن الكتابات المقدسة اليهودية والمسيحية أشهرها النسخة الفاتيكانية الموجودة في الفاتيكان، والنسخة السينائية اللي تم اكتشافها في سيناء في مصر، وغيرها من النسخ كتير اللي في مجملها ومعظمها مكتوبة باللغة اليونانية القديمة. لكن أهم من النسخ دي كمان مجموعة من المخطوطات البسيطة والصغيرة اللي بيصل عددها ل 3000 مخطوطة يونانية عن الكتاب المقدس. بعضها بيتضمن مجموعة من الكلمات البسيطة اللي عددها قليل، وبعضها بيتضمن مجموعة من الإصحاحات، وزي ما قلنا بعضها بيتضمن نسخ كاملة من العهد القديم أو العهد الجديد. في مجملها في معظمها اللغة اليونانية هي اللغة الرئيسية فيها، واللي منها تمت ترجمة الكتاب المقدس للغات العالم، سواء اللغات الشرقية أو حتى اللغة اللاتينية واللغات المنبثقة عنها زي الترجمة السريانية وترجمة دياتسرون وترجمة فيلوكسيتوس وغيرها من الترجمات التانية اللي كلها مأخوذة عن الأصل اليوناني ده. واحنا هنا بنقول الأصل اليوناني وهو اللفظ اللي بتستخدمه المواقع المسيحية لما بتتكلم عن ترجمة الكتاب المقدس عن اللغة اليونانية القديمة أو عن بعض المخطوطات اليونانية القديمة، فبيتم استخدام لفظ الأصل اليوناني، مش مقصود بيه طبعا على الإطلاق واحنا فاهمين ده ان الأصل ده هو اللي اتكتب في عهد المسيح، وإنما هو أقدم الوثائق الباقية. فخلونا نشوف أقدم الوثائق والمصادر التاريخية ديت اللي باللغة اليونانية القديمة لما حبت تشير إلى السيد المسيح سمته إيه وأطلقت عليه إيه. لازم نجيب الحكاية من الأول، مش ننزل كده بالباراشوت في النص. في الكتابات اليونانية القديمة ديت وجدنا إنه لما تمت الإشارة للسيد المسيح أو إلى السيد المسيح تم استخدام اسم محدد بشكل محدد بأربع تصريفات، فخلونا كده نحطها تحت كلمة يسوع وتحت كلمة عيسى علشان نعرف الكتابات اليونانية ديت لما نقلت من الأصل القديم اللي مش موجود النهاردة واللي كان بيتم استخدامه سواء شفهيا بين الناس أيام السيد المسيح أو كان مكتوب في كتابات سابقة اندثرت ولم يعد لها وجود. الكتابات اليونانية ديت نقلت عن أصل قديم، هل كان الأصل ده هو يسوع ولا هو عيسى؟ والأربع أشكال اللي بنتكلم عنهم: رقم 1 إيسون، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسميه إيسون. والشكل الثاني اللي استخدمته الكتابات اليونانية كلمة إيسوس، ولما تمت 8 أيام ليختنوا الصبي سمي إيسوس. والشكل الثالث إيسوي، والحقيقة الشكل ده ورد 8 مرات بلفظ يا إيسوي لفظ المنادى. والشكل الرابع والأخير إيسو. هي دي الأشكال اللي استخدمت للإشارة إلى الاسم العلم على السيد المسيح في أقدم الكتابات الموجودة واللي مكتوبة باللغة اليونانية القديمة. والسؤال، الكلمات ديت والاسم ده المذكور بأشكاله المختلفة وبتصريفاته اللي انتوا شايفينها ديت منقولة عن أصل أول وأقدم، هل الأصل الأول والأقدم ده هو يسوع
ولا هو عيسى؟ وقبل ما نجاوبكم على السؤال ده خلونا اقول لكم انهم كانوا بيعلمونا واحنا في الدراسات العليا مجموعه من قواعد اللغه اليونانيه القديمه. هم كانوا بيدرسوا لنا اللغه اليونانيه القديمه مش الحديثه دلوقتي، فعلمونا مجموعه من القواعد. خلوني اقول لكم 4 قواعد فقط لا غير، هيفيدونا كتير علشان نفهم احنا بنتكلم على ايه. القاعده رقم 1 ان ترجمه الاسماء ما بتكونش ترجمه معنى وانما ترجمه حرفيه. فالكلمات اليونانيه الموجوده قدامكم ديت هي ترجمه حرفيه للاصل الاول اللي احنا بندور عليه، مش ترجمه معنى. والحقيقه القاعده دي مش موجوده بس في اللغه اليونانيه القديمه ولا الحديثه، وانما موجوده في معظم اللغات. فلو لقينا واحده مثلا اسمها اسماء مش هتترجم للانجليزيه نيمز، وانما هتتنقل ترجمه حرفيه اسماء. ولو واحد اسمه نور مش هيتكتب باللغه الانجليزيه لايت، وانما هيتكتب نور. نفس الكلام في اللغه اليونانيه القديمه، الترجمه بتكون ترجمه المنطوق الصوتي والنقل الحرفي للاسم. القاعده رقم 2 ان معظم الاسماء في اللغه اليونانيه بتنتهي بزوائد اعرابيه محدده بتضاف للاسم نفسه اللي تم ترجمته. فلما بيكون الاسم مفعول بيتم الاضافه الصوتيه او المقابل الصوتي للواو والنون، ولما بيكون الاسم فاعل بيتم اضافه في نهايه الاسم اللي اترجم عن الاصل بتاعه المقابل الصوتي للواو والسين. اما بقى لو الاسم في حاله المنادى او في حاله المضاف اليه فبيتم اضافه المقابل الصوتي الواو والياء. وفي بعض الاحيان بتكون الزياده الاعرابيه الواو فقط، ودي لما بيتم وضع الاسم بين قوسين او لما بيكون كده مش في حاله اعرابيه محدده. فالقاعده رقم 2 معانا من قواعد اللغه اليونانيه القديمه انه بيتم اضافه على الاسم اللي تم ترجمته بشكل حرفي او نقل صوتي للنطق لهذا الاسم بيتم اضافه في نهايته زوائد اعرابيه محدده على حسب موضع الاسم نفسه من الجمله. القاعده رقم 3 لما الاسماء اللي بيتم ترجمتها بتنتهي اصلا في الاصل بتاعها بحرف من حروف المد، فقبل ما بيتم اضافه الزياده الاعرابيه بيحصل حاجه من 2: تضاف الزياده الاعرابيه على طول بعد المد ده، او انه يفقد الاصل المترجم هذا الحرف. رقم 4 من قواعد اللغه اليونانيه القديمه برضو ان في حروف في اللغات الشرقيه ملهاش وجود في الحروف اليونانيه، واللي اهمها حرف العين. ولحد النهارده حرف العين ملوش مقابل او ملوش وجود في الحروف الغربيه في مجملها. علشان كده في اللغه اليونانيه بيتم استخدام مقابل صوتي لهذا الحرف كبديل ليه، واللي بيكون اما الالف او الهمزه المقابل الصوتي ليه يعني في اللغه اليونانيه، او بيكون الياء او المقابل الصوتي في اللغه اليونانيه يعني، او غيره من الحروف الثانيه للمقابل الصوتي ده. اي حرف في اللغه اليونانيه يعتبر مقابل صوتي للآ او للياء بيتم استخدامه بدل حرف العين. دي القواعد المهمه اللي احنا لازم نعرفها اللي تخص الموضوع اللي بنتكلم عنه النهارده، الاسماء في اللغه اليونانيه القديمه. طبعا القواعد ديت لها شواذ واللي مش موضوعنا ولا محتاجينها اصلا. نرجع بقى لاسم السيد المسيح الموجود في الكتابات القديمه الاولى المنسوخه من الاصل اللي ما نعرفوش النهارده، سواء الاصل ده اصل شفهي منطوق او اصل مكتوب لمصدر محدد اختفى وانتهى وملوش وجود النهارده. الاسم العالم بقى اللي استخدمته الكتابات اليونانيه القديمه ديت اللي انتوا شايفينها قدامكم، هل هي منقوله عن اصل اقدم هو يسوع ام منقوله عن اصل اقدم هو عيسى؟ هل السيد المسيح كان اسم العالم الخاص به يسوع فترجمت في الكتابات الموجوده لحد النهارده والباقيه من المصادر القديمه ديت ايسون او ايسوس او ايسوي او ايسو، ولا اسم العالم للسيد المسيح الحقيقي هو عيسى فتم نقله وترجمته للغه اليونانيه ليصبح ايسون او ايسوس او ايسوي او ايسو؟ علشان نجاوب على السؤال ده خلونا نحاول نترجم كده يسوع ونطبق عليه القواعد اليونانيه اللي احنا لسه قايلينها النهارده. اول حاجه هيتم ترجمته حرفيا او نقل صوتي ليه، دي القاعده الاولى. فهيتقال يسوع، هيتذكر في الكتابات اليونانيه كمترجم هنا برضه يسوع. القاعده الثانيه نضيف له الزياده الاعرابيه، هنختار اي زياده وليكن مثلا حرف الواو والسين لان دي اشهر زياده اعرابيه للاسماء في اللغه اليونانيه. اخيل اخيليوس او اخيلوس، هرقل هيركليوس او هيركلوس، يوسف اللي هو المؤرخ اليهودي المشهور يوسيفوس، الواو والسين اشهرها. فخلونا نضيف ليسوع اللي تم نقله هنا بقى وترجمته حرفيا الواو والسين، فهنقول يسوعس. القاعده رقم 3 يسوع في الف مكسور يا اما هنشيله يا اما هنبقي عليه، هو ما فيهوش اصلا الف مكسور. فننتقل للقاعده رقم 4 والاخيره، قلب حرف العين للهمزه او للياء. فتعالوا نجرب الاثنين، هنلاقي انه الاسم اترجم يسويوس او يسوؤس، ده لو تم ترجمه يسوع للغه اليونانيه. وزي
وزي ما انتم شايفين الترجمة للاسم العلم الأول للسيد المسيح مفهوش حاجة من اللي احنا قلنا عليه ده خالص، وإنما في ألف في الأول هنا، دي مهمة جدا الألف اللي في الأول دي. تعالوا نطبق بقى نفس القواعد على كلمة عيسى علشان نعرف هل الترجمة اليونانية ديت كانت عن أصل هو عيسى ولا لا. رقم 1 عيسى هنترجمه عيسى، مش هنترجم المعنى. رقم 2 هنضيف له الزيادة فهتبقى عيسوس. رقم 3 حرف الألف المكسور اللي في النهاية هنلغيه هيبقى عيسوس. رقم 4 المقابل الصوتي لحرف العين هنحطه مرة بالياء ومرة بالهمزة هتبقى ييسوس أو إيسوس. تفتكروا بقى الكتابات اليونانية لما حبت تترجم اسم العلم للسيد المسيح من المصدر الأول أو الأقدم ترجمته فأصبح إيسوس ولا الاسم ده مش موجود؟ أنا مش هجاوب على السؤال ده ولا هنقف لحد هنا. احنا هنعكس، احنا هنجيب الأسماء اليونانية ديت ونبدأ نرجعها للأصل. هنمشي بطريقة عكسية على قواعد اللغة اليونانية اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. إيسون، إيسوس، إيسوي، إيسو. خلونا نعكس بقى. القاعدة الأولى إنه بيتم نقله حرفي، علشان كده هو واحد من دول اسم المسيح، الاسم العلم للمسيح. القاعدة الثانية هنشيل الزوايد دي كلها علشان يتبقى لينا كلمة واحدة واسم واحد بعد ما نشيل الزوايد الإعرابية ديت وهي كلمة إيس. القاعدة الثالثة هنحط له ألف مكسور في النهاية فهيبقى إيسا، وممكن على فكرة ما يكونش في ألف مكسور. القاعدة الأخيرة هنحاول نبص كده إذا كان في حرف مقابل لحرف العين، الألف اللي في الأول ده هتبقى بدل إيسا عيسى. السيد المسيح عليه السلام اسم العلم ليه قديما هو عيسى، ولا شك في ذلك طبقا للمصادر التاريخية الموجودة واللي تمت ترجمته للغة الأقدم اللي كل الترجمات التانية اتخذت منها اللي هي اللغة اليونانية القديمة علشان يصبح بدل عيسى إيسى إيس، وفي النهاية بيتم إضافة الزوائد الإعرابية على حسب مكانها في الجملة. إيسون، إيسوس، إيسوي، إيسو. والاسم ده الحقيقة الموجود في المصادر اليونانية القديمة تم ترجمته للغات اللاتينية والمتفرعة من اللاتينية علشان يتحول ويصبح جيسوس وغيرها من الأسماء التانية البعيدة كل البعد عن يسوع أو يشوع، أو حتى الأصل للكلمة نفسها يا يشوع أو يهوى شوع أو غيرها من الأصول التانية اللي بيرجعوا أحيانا كلمة يسوع ليها. والكلام ده مش بدعة منا احنا مؤلفينها من راسنا كده، وإنما اتكلم فيها مجموعة كبيرة جدا من الباحثين والمؤرخين بل والمستشرقين، زي المستشرق المعروف نيل روبنسون في موسوعة القرآن، وزي جمال الدين شرقاوي في كتابه اللي بيتكلم فيه عن عيسى ويسوع، وغيرهم كتير. والمستشرق نيل روبنسون ده يهمنا شوية لأنه في الأول وفي الآخر مستشرق، فلو شفناه كده هو بيتكلم في موسوعة القرآن عن اسم العلم للسيد المسيح هنجده بيقول إن اسم يشوع من الممكن إنه ما يكونش اسم العلم، وإنه بعيد كل البعد عن الترجمة الأصلية، بل بيقولها كده بالنص إنه من المحتمل أن يكون عيسى أو زي ما هو كاتبها كده عيسى زي ما قلت لكم حرف العين هو اسم العلم للسيد المسيح. مستشرق هنا مش كلامنا احنا خالص. امال ايه بقى يسوع ديت؟ الاسم العلم ليه هو عيسى عليه السلام، وكان ليه عدد كبير من الالقاب اللي اتلقب بها في حياته واللي اتلقب فيها بعد كده. ففي حياته مثلا اتلقب بالسيد المسيح، حتى عند اليهود خد بالك اليهود كانوا بيقولوا على عيسى المسيح على الرغم ان هم مش بيؤمنوا بيه كمسيح، انما بيقولوا انه مسيح من عدد من الناس اللي هيدعوا ان هم المسيح الكاذب اللي هم الكذبة، فاليهود كانوا بيقولوا عليه المسيح برضه من باب الاستهزاء والسخرية. وبعض الألقاب التانية اللي أطلقت عليه بعد اختفائه عن مسرح الأحداث التاريخية واللي أشهرها لقب يشوع، واللي تم نقله هنا بقى لللفظ يسوع، فكان لقب من الألقاب اللي أطلقت على السيد المسيح. الكلام ده طبقا لنيل روبنسون نفسه قال إنه ظهر في نهاية القرن الأول، وده ببساطة لما كان المسيحيون بيتداولوا اسم معظم مهاب لعيسى عليه السلام فبيقولوا عليه يسوع، لأن الاسم ده اسم مقدس له هالة دينية، فكانوا بيستخدموا على السيد المسيح بعيدا عن اسم العلم بتاعه عيسى اسم مفخم ومعظم للتشريف وللتبجيل، زي ما احنا بنقول كده النبي على الرسول صلى الله عليه وسلم. خدتوا بالكم انا قلت النبي على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ما قلتش اسمه برضه. النبي على محمد اسم تفخيم وتعظيم، هتجدوا انه دايما بيتم الاشاره النبي او الرسول او صلى الله عليه وسلم، كل ده معناها على طول بتيجي في القلب للمستمع انه المقصود منه محمد صلى الله عليه وسلم. ما بنقولش محمد كده باسمه وبنمشي الموضوع وبنتكلم. ده بالضبط اللي تم استخدامه في نهايه القرن الاول في
فاصبح بيتقال على الشخصيه التاريخيه اللي اسمها العلم هنا بقى التاريخي عيسى اسم يسوع تبجيلا وتفخيما وتعظيما له. وطبعا الكلمه نفسها موجوده ولها جذور تاريخيه من قبل كده، وكانت موجوده في بني اسرائيل من القديم، يهوه شوع او يهوه يشوع او يا يشوع، واللي معناها المنقذ او المخلص من الله او صرخه الله، وهو معنى ديني بحت بيرجع لسيدنا نوح عليه السلام، له هاله من القداسه والهيبه. تم استخدامه كاسماء علم لبعض الشخصيات، وتم استخدامه كلقب لشخصيات تانية. لما تم اطلاقه من قبل المسيحيين بعد كده على السيد المسيح عيسى ابن مريم كلقب والصاقه به، اخرج من معنى، فاصبح بقى مش معناه المنقذ او المخلص او صرخه الله، وانما اصبح معناه المخلص بمعنى المصلوب اللي هيخلص البشريه. دخل بقى في اطار تاني وفي معاني تاني. علشان كده القرآن الكريم ما استخدمش اللفظ ده اللي هو احد القاب السيد المسيح اللي اطلقت على السيد المسيح بعد كده، انما مش اسمه العلم. فالاسم العلم للسيد المسيح هو عيسى، مش عيسى هو المقابل العربي اللي تم ترجمته من اللغات الشرقية للقرآن الكريم علشان يتناسب مع المجموعات العربية اللي نزل في وسطهم القرآن. الكلام ده غير صحيح، بل هو اسم العلم على شخصية السيد المسيح نفسه عيسى عليه السلام. وهو برضو نفس الشخصية ديت اللي أطلق عليها الشرقيون مش الغربيين بقى اسم يسوع كلقب تشريفي كمبجل يعني، ونقلوها في الكتب المقدسة بتاعتهم واستبدلوا بيها اسم العلم باسم تبجيل واحترام اللي هو يسوع. هي نفس الشخصية التاريخية برضو، خدوا بالكم، لأن في بعض الناس بتقول لك إن يسوع شخصية تاريخية وعيسى عليه السلام اللي جاء في القرآن شخصية تاريخية تانية. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام خطير جدا، لأن القرآن الكريم قال على الشخصية ديت عيسى عليه السلام إن هم المسيحيون اللي عبدوه وجعلوا منه أحيانا هو إله وأحيانا هو وأمه إلهين وأحيانا قالوا ثلاثة وأحيانا قالوا غير ذلك. شخصية تاريخية واحدة بس اسمه العلم عيسى عليه السلام كما ذكرت أقدم المصادر التاريخية. طب تعالوا بقى نشوف الكلمات الموجودة في الكتاب المقدس عند المسيحيين اللي بتقول بما لا يدع مجال للشك أنه هيتولد الولد ده للسيدة مريم وإنك هتسميه يسوع. هي في الترجمة كده يسوع. فإن كان اللي كتب الكلام ده غير اسم عيسى لاسمه مبجل هو يسوع، مش هيجي عند الجملة دي تحديدا ويغيرها ويخليها يسوع، لا هيجي ويغيرها ويخليها يسوع. والحقيقة القرآن الكريم ذكر الموضوع ده نصا وبالتحديد، زي ما ذكر غيره من الأشياء التانية اللي تسأل نفسك كده هو ذكر الكلمة دي تحديدا ليه؟ هو بروز الموضوع ده ليه؟ القرآن الكريم في بعض الحاجات كده بيبروزها. خلونا ناخد شوية أمثلة. زي ما لو فتحت كده أول صفحات في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى العهد القديم هتجد إنه مكتوب إن ربنا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وبعد كده هتلاقي جملة واستراح في اليوم السابع. عادي، إيه المشكلة؟ لا، القرآن ما يفوتهاش. القرآن اللي نزل في وسط اليهود وفي وسط النصارى عند العرب في الجزيرة العربية من شمالها لجنوبها وبدأ ينتشر مش هيعدي بعض الجمل ديت، هيبروزها كده. فتلاقي آية قرآنية بتقول لك وما مسنا من لغوب، يعني ما مسناش تعب. ليه ربنا يذكر في الآية دي تحديدا كده إنه ما مسهوش تعب؟ لأن في كلام عند اليهود بيقولوه، الآية دي جت مقابل ليه، بيقولوا إن ربنا ارتاح في اليوم السابع، يعني هو تعب يعني. ومن بين الحاجات برضو اللي بروزها القرآن الكريم فكرة إن سفينة نوح عليه السلام استوت على جبل اسمه أرارات، فبنجد القرآن الكريم بيقول وكبروزة للكلمة واستوت على الجودي. ومن ضمن الحاجات برضو اللي القرآن بيحط لها مقابل وبيبروزها هو إنك هتولدي ابن وهتسميه يسوع، فيروح القرآن الكريم قايل لك بقى اسمه المسيح عيسى، بيبروزها هنا كلمة اسم وكلمة عيسى. ومش بس الكتابات المقدسة عند اليهود والنصارى هي اللي القرآن وضع لها مقابل وبروزها وأظهرها، بل حتى الترانيم الكنسية اللي موجودة لحد النهاردة. دايما بتجد في الاحتفالات الدينية جملة بتتردد في الترانيم المسيحية داخل الكنائس، وهي جملة وقد قتلوه وقد صلبوه، علشان تجد المقابل القرآني ليها اللي بيبروز أهمية الموضوع. هنا بيبروز كلمات محددة وما قتلوه وما صلبوه، فبتجد ان في تحريف للأماكن الجغرافية وتحريف لأسماء الشخصيات وتحريف للأحداث وتحريف للمعنى، وإن ما كانش تحريف فعلى الأقل جهل. بتجد جهل هنا للي بيكتب فبيسجل اللي بيسمعه خلاص. حتى كلمة يسوع نفسها تم إخراجها من معناها الأصلي، معناها الأصلي القديم اللي أطلق على بعض الشخصيات كأسماء علم وكألقاب، أحيانا كده وأحيانا كده. فهنجد مثلا يوشع ابن نون أو يشوع ابن نون، دي شخصية معروفة وهو نبي من الأنبياء
الأنبياء، فالاسم هنا معناه المنقذ أو المخلص، والاسم كان موجود من قبل السيد المسيح، لكن لما تم إطلاقه كلقب على السيد المسيح وبعد كده تم تحويله كاسم علم عليه يسوع، وبعد كده تم نسي تماما الاسم الأصلي عيسى عليه السلام، تم إخراج الكلمة من معناها، فأصبح معناها هنا المقصود بها اللي وضع على الصليب علشان يخلص البشرية، يعني حتى التحريف في المعنى كمان. والموضوع اللي احنا بنتناوله النهارده اتكلم فيه ناس كتير جدا، لكن للأسف معظم الناس بتنزل بالباراشوت على نقاط محددة في التاريخ وما بتجيبش الموضوع من بدايته ومن أصله ومن أقدم الوثائق التاريخية الباقية. بتروح على الأسماء دلوقتي عيسى ويسوع ويبدأ بقى يفتش لك في التاريخ، ما بيرجعلكش للبداية ولا للأصل، ما بيتبعش قواعد البحث التاريخي، ما بيرجعش لأقدم المصادر التاريخية المكتوبة باللغة اليونانية اللي بتقول لك إن اسم العلم على السيد المسيح هو إيسو، مش يشوع ولا يسوع، إيسوس أو إيسو، عيسى عليه السلام. فبتبدأ بقى المجموعات دي تتلاعب بالألفاظ، تتخطى أي قواعد بحثية علمية، بتستخدم مجموعة من المصطلحات علشان يبان إن هو الواد الفقيك المثقف، بيبدأ ينتقي وينزل بالباراشوت في فترات زمنية محددة وعلى مصادر تاريخية محددة بعيدة كل البعد عن الأصل التاريخي اللي بيتناول الموضوع اللي بنتكلم عنه. في النهاية السيد المسيح هو عيسى عليه السلام، اسمه العلم عيسى عليه السلام، ومش عيسى الموجودة في القرآن ترجمة لأسماء تانية أو استخدام لاسم كان موجود في الجزيرة العربية زي ما بعض الناس بتقول، وإنما القرآن استخدم اسم العلم على الشخصية التاريخية اللي بنتناولها زي ما قالت بالظبط أقدم المصادر التاريخية الموجودة، وزي ما تناولنا في حلقتنا النهاردة. بعض الناس من الممكن إنها تعتقد إن الموضوع ده سهل أو هين وما يعرفوش إنه بيفتح أبواب عميقة جدا للتزوير في التاريخ، والأهم للعب في العقيدة. اتمنى في حلقه النهارده اكون قدمت لكم معلومه مفيده. علقوا على الحلقه بصفه عامه واحنا بنتقبل كل التعليقات ما دام مكتوبه بشكل ايجابي. اعملوا لنا لايك وما تنسوش تشتركوا في القناه، ونشوفكم في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.